اهلا اهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده محشي. وطبعا عارفين ان المحشي بياخد وقت، فقلت بقى افطر معاكم قبل ما اعمل المحشي وبعدين نشوف هنعمل ايه. صبيت بقى لنفسي كوبايه من عصير المانجا ونص واحده باتيه كده، هناكلهم مع بعض وبعدين نشوف هنعمل ايه. طبعا قبل ما نبدأ ما تنسيش تحطي لايك للفيديو، سبسكرايب لو انت جديدة، وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انزله. يلا بينا نشوف هنعمل محشي ايه النهاردة. زي ما اتفقنا في كل وصفة بنعملها بنكون محضرين مقاديرها كلها حوالينا علشان تخلص معانا بكل سهولة وما نحسش بيها. يلا نسمي الله ونشوف مقاديرنا ايه. ازيكم عاملين ايه؟ المحشي بقى اللي انا هعمله هو محشي الخس. طبعا الخس منتشر جدا في الشتاء، طبعا الشتاء كله خير، فمن المحشي الحلو جدا او التحفة محشي الخس هنعمله مع بعض النهاردة. عندي كمية من الرز غسلها كويس جدا، ومعايا بصلاية كبيرة متقطعة قطع صغيرة، وفصين من الثوم، ومعايا بصل اخضر متقطع قطع صغيرة، معايا خضرة مشكلة، وفلفل اخضر قطع صغيرة برضو. طبعا الفلفل والبصل الاخضر ده اختياري، وطبعا الطماطم المضروبة وصلصة طماطم. عندي على النار حلة فيها مية سخنة بتغلي، هنزل كده في المية بحوالي معلقة من الكمون. انا بحب احط كمون كده زي الكرنب، مش عارفة بقى انا متعودة ولا ايه. طبعا من الحاجات الحلوة جدا، طعمها تحفة جدا. هبدأ كده انزل بالخس بتاعي، والخس ورق الخس كده اول ما بينزل بنقوم شايلينه على طول وحاطينه بقى تحت الحنفية علشان ما بياخدش وقت خالص، وما ينفعش ان انا اسيبه بعد ما اطلعه كده من المية السخنة علشان هيستوي خالص ويتهري مني. فلازم ان انا اطلعه من الحلة اللي هي فيها مية سخنة على النار دي واحطها في مية ساقعة او مية جارية من الحنفية علشان اوقف السخونية بتاعته. بصوا انا مش هفصل معاكم الفيديو خالص، يا دوبك بحطه وبشيله، وبحطه كمان على صينية علشان يبقى مفرود معايا وما يتحطش على بعضه ويسخن بعضه وكده. هحط الكمية الباقية بالشكل ده كده، يا دوبك بحطهم وبقوم مطلعاهم على طول علشان لو فضل اكتر من كده بيتهري خالص ومش بينفع بعد كده. يا دوبك بتنزليه وتعدي بقى من 1 ل10 بسرعة كده وتقومي شايلاه على طول. بالشكل ده كده. انا كمان مهدية النار شوية علشان ما تبقاش المية بتغلي وسخنة قوي. بجد يعني من احسن يعني انواع المحشي اللي ممكن تاكليها في حياتك، بجد تحفة جدا، وبيبقى طري كده وروعة كده وانتي بتاكليه. اللي مجربهوش فايته كتير كتير كتير. هنزل باخر الكمية معايا. احلى حاجة بقى انك تعملي في حلة كبيرة علشان الكمية ما تاخدش معاكي وقت كبير، يا دوبك كده 2-3 وتقومي مخلصة الكمية. عندي هنا في الحلة التانية دي حاطة بقى فراخ على النار اهي،
علشان اخد بقى الشوربة بتاعتها واشرب بيها المحشي، ويبقى طعمه روعة. نيجي بقى لخلطة المحشي. عندي هنا الرز غسلاه كويس جدا، هنزل بالبصل والفلفل والثوم والخضرة المشكلة عبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة، وحاطة معاهم حتة كده بصل اخضر. هنزل بالملح والفلفل، ودي بقى الكركم، بحب احط كركم بيدينه شكل حلو جدا، وكمون وكزبرة حوالي معلقة صغيرة. عندي هنا بقى دي بهارات هندي سبايسي شوية، تحفة جدا، ريحتها فظيعة. زي ما اتفقنا بندعك بقى المكونات دي كلها مع بعضها بالشكل ده كده، علشان البصل بقى مع الخضرة يطلعوا لي بقى النكهة بتاعتهم، ويدوا بقى للبصل سوري للرز، ويبقى كده فيه تجانس. وهنا عندي اهو الخس، بعد ما بردته حطيته بقى في مصفى عشان ينزل ميته تماما، وما يبقاش معايا كده فيه مية. هقلب كل المكونات دي مع بعضها، وابدأ انزل بالصلصة، وهنزل عليه بحوالي معلقتين من السمنة ومعلقتين من الزيت، علشان يخليهولي بيلمع كده، والسمنة تخليلي طعم المحشي حلو. وهنزل بمعلقتين او 3 من الصلصة. ممكن نكتفي بالصلصة، احنا عملنا الخلطة دي مع بعض كذا مرة، ممكن نكتفي بالصلصة بس انا حبيت احط حوالي كده نص لتر من العصير الطماطم، علشان الطماطم بتاعتي مش حمرة قوي، فحطيت معاها الصلصة. عندي هنا الحلة فيها عيدان الشبت والبقدونس والكزبرة، حطيتهم في قاع الحلة كده علشان ارص عليهم المحشي. ببدأ كده اقطع الخس بالشكل ده، واحشيه عادي زي محشي بقى العادي الكرنب والورق العنب، بجد بيبقى سهل جدا وتحفة، ونتيجة بقى هايلة في الاخر. انت بتتعبي شوية بس بتاخدي نتيجة تحفة جدا في الاخر. كمان بحب صباع المحشي كده يبقى كيوت كده وصغنون، ما بحبش بقى الاحجام العائلية خالص. الحاجة كل ما حجمها صغر بتلاقيها شكلها كده شيك كده وحلو وبيفتح النفس. طبعا العين بتاكل قبل البق، فلازم ان انت تكوني مظبطة حاجتك وخليها شكلها يفتح النفس كده بالشكل ده كده. نبدأ بقى نقطع ونلف بنفس الطريقة بالشكل ده كده. واي زيادات من الرز تنزليها كده وانت بتحطي، وترصي كده بترتيب كده علشان يطلع معاكي حلو، وكل صف يبقى عكس الصف اللي قبله، علشان الشوربة كده لما تيجي تشربيه تتخلل كده. لو عندك واحدة مقطوعة ممكن تتنيها نصين بالطريقة دي وتلفيه عادي، مفيش اي مشكلة. طبعا انا قبل ما اتجوز ما كنتش بعمل محشي خالص، ما كنتش بعرف اساسا بيتعمل ازاي. والمرة اللي انا عملت فيها محشي قعدت فيها 6 ساعات اكني بحرر قناة السويس. مش عارفة بصراحة، كان الموضوع صعب جدا يعني على قلبي، وكنت ببقى متضايقة جدا، بس اكله بيبقى تحفة. بس بقى بعد ما اتجوزت فبقيت مضطرة بقى، ببدأ كده انشره كده زي الغسيل، واخد بقى بتبقى سهلة جدا معايا بالشكل ده كده. ناخد واحدة ونحط، ما تكتريش بقى كمية الرز. وطبعا ناديت جوزي ربنا يسهله الحال يا رب، فضل بقى يساعدني ويفرد لي كده الورق، وانا الف وراه واخلص، فانجز معايا. احلى حاجة لما تبقوا كده
في تشارك كده في الحاجة وتفاهم. يلا ربنا يصلح كل حال يا رب ان شاء الله. بالشكل ده كده. طبعا هو قاعد يقطع كده في الورق، والعيدان اللي هي بتتبقى دي مطوحها كده فوق الكاميرا، بيوديها عند الحوض. مشكلة بقى. بالشكل ده كده. ونرص بقى المحشي بتاعنا او صوابع المحشي، كل صف عكس الصف اللي قبله. شايفيني وانا سريعة ازاي؟ اللي يشوف كده ما يشوفش ان انا بقعد بقى فترة كبيرة كده حوالي ساعة وانا بعمل المحشي. بالشكل ده كده. كده تمام. انا خلصت الكمية بتاعتي، شايفين قد ايه مفيش فرق بينه وبين ورق العنب. بصوا بقى العيدان اللي بتتبقى مني دي بحطها على الوش كده، علشان لما اجي اشربه واسويه ما يبقاش. بصوا المية اللي اتفضلت مني دي هتترمى طبعا. هجيب بقى البولة اللي انا كنت بعمل فيها واحط فيها الشوربة، طبعا دي مظبطة الملح بتاعها، وهشرب المحشي بتاعي واهزه كده علشان الشوربة تتخلل فيه وكل مكان فيه يبقى واصل له الشوربة. وطبعا العيدان ديت زي ما قلتلكوا بتخليلي او بتحافظلي على اول صف ان هو ما يفكش من النار، وهنشوف. وطبعا دي طريقتي الخاصة وحصري عندي انا وبس. في ناس طبعا بتحط طبق، بس انا مش بحب الطبق خالص. انا بحط العيدان او الحاجات اللي بتتبقى مني من فوق، واول ما يستوي بقوم شايلاها ولا اكن حاجة حصلت. اهو المحشي بتاعي اتشرب وبقى تمام. هبدأ بقى اشيل. شايفين الطبقة اللي انا حطيتها بتتشال بكل سهولة ازاي، والصف الاول ازاي حافظ على لفافانه ومفيش ولا واحدة فكت. شايفين كل واحدة لوحدها ازاي، مفيش حاجة كده لازقة مني ولا حاجة فكت ولا اي حاجة. وده كده شكله النهائي بعد ما غرفته. حلو جدا. شايفين حتى محافظ على خضاره ازاي، تحفة جدا. ريحته وطعمه تجنن. والصبع كده صغنن ازاي، وعلى قطمتين او قطمة واحدة عادي مفيش اي مشكلة. ما تنسوش بقى لايك للفيديو، سبسكرايب لو انتوا جداد، وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد انزله. بشكركم على حسن استماعكم، ومع السلامة.